الفيديو اللي فات اتكلمنا فيه عن ازاي نشتغل من واحنا قاعدين في البيت، وازاي نستغل فترة الاجازة، ولو احنا كمان بندرس ازاي نستغل فترة الدراسة دي ونصرف على نفسنا ونعرف نشتغل لوحدنا واحنا في البيت. الفيديو اللي فات اتكلمت معاكم عن ان احنا نقدر نشتغل من غير ما نكون عندنا سن معين، من غير ما يبقى عندنا خبرة واو عشان خاطر نشتغل. اتكلمت معاكم ان هيبقى الشغل ده الولاد والبنات، واتكلمت معاكم بشكل سريع كده عن جروب انا هعمله، والجروب ده يقدر يدخل فيه اي حد. طبعا الجروب ده لحد دلوقتي لسه ما نزلش، وده بسبب حاجات كتيرة قوي هوضحها في الفيديو بتاع النهارده. فلو سمحتم ما تفوتوش ولا ثانيه من الفيديو ده، عشان كل سؤال هرد عليه مهم جدا. هوضح فيه كل حاجه تخص الجروب عشان خاطر العدد اللي دخل لي يا جماعه ما يقلش عن 16000 واحد. حرفيا انا امبارح داخل لي 16000 واحد بالملي، وكل شويه بيزيدوا اكتر. العدد كبير قوي، يعني اكبر مما توقعت بكتير جدا. ما كنتش اتخيل العدد ده ان هو هيدخل، فعشان كده هوضح لكم دلوقتي فيها فكره الشغل، وهوضح لكم كمان ايه الغرض من الجروب، وهوضح لكم الجروب ده هيتقسم ازاي وهنعمل فيه ايه، وايه المهام المطلوبه، وايه الخبره اللي انت محتاج تكون فيها، وايه الحاجات اللي انت لازم تشترط فيها الخبره، وايه الحاجات اللي ما يشترطش فيها خبره. هقول لكم برده نظام الجروب ده هيبقى ماشي ازاي، بحيث ان انتوا تبقوا فاهمين انتوا داخلين تعملوا ايه، عشان الناس يعني مستعجله قوي على الجروب. وانا في نفس الوقت كنت ناويه ان انا اشرح في الجروب لما لقيت ان العدد كبر قوي، فقلت انا لازم اوضح ده بشكل علني قدام الناس كلها، عشان يبقى اللي داخل الجروب يبقى عارف هو داخل يشتغل ايه. وطبعا بجانب ان في بنات كتير قوي بعتت لي بتقول لي احنا عايزين ناخد راي اهلنا، فمحتاجين نعرف ايه نظام الشغل ده. فانا طلعت اوضح لكم كل النقاط بتاعه الشغل، وطلعت كمان اوضح لكم ايه الحاجات اللي هتشتغل فيها البنات، وايه الحاجات اللي هيشتغل فيها الولاد، وايه الحاجات كمان اللي انا بشترط فيها سن معين. ففي معلومات كتيره قوي مهمه في الفيديو ده، ركزوا فيه يا جماعه. كل اللي شاف الفيديو اللي فات يشوف الفيديو ده، ولو انت ما شفتش الفيديو اللي فات لازم تدخل تشوفه وبعد كده تيجي تتفرج الفيديو ده. يلا بينا بقى نبتدي وما نطولش في اول بوينت هنتكلم فيها، وهي كتابه المحتوى. دي هطول فيها شويه عشان محتاجه اشرح فيها شويه نقاط مهمه جدا. اول شغلانه وهي شغلانه كتابه المحتوى، دي بتعتمد اكتر على ان اللي تشتغل فيها بنت. يعني انا ما بفضلش خالص ان انا اختار ولد يشتغل الشغلانه دي. ليه بقى؟ لان انا كعبير دلوقتي الشانل بتاعتي فيها بنات اكتر من ولاد بكتير، محتوايا يختص بالبنات اكتر. اغلب البنات بتحتاج انها تتفرج على الفيديوهات بتاعتي، فده هيساعد اكتر البنات انها تكون عارفه انها تجمع معلومات، عارفه انها تكتب محتوى، عارفه انها تتفرج على فيديوهات كتير قوي وتستخرج منها فيديو كويس وفكره كويسه. طبعا انا هتكلم في النقطه دي بقى في حاجه مهمه قوي. كل حاجه او كل بوينت هتكلم فيها انا عارفه ان في ناس كتير قوي بتعرف تعمل حاجات حلوه بس ما جاتلهاش فرصه شغل، وعارفه ان ناس كتير قوي هتستعبط وهتعمل نفسها عارفه كل حاجه وهي مش فاهمه حاجه. فلو سمحتوا انا مش جايه ادي كورس، انا جايه اخد خدمه مقابل ان انا هديكي مقابل عليها. يعني بمعنى اصح هتكتبي لي فكره فيديو وانت هتاخدي مقابل على الفكره دي. نفس الفكره في الايديت وفي المونتاج وفي كل النقاط اللي هنتكلم عليها دلوقتي. طيب فكره كتابه المحتوى دي زي ما قلت بيشترط فيها بنت، ما بيشترطش فيها سن. ممكن يبقى سنك 15 فيما فوق عادي جدا، ممكن يبقى سنك 20 25. اهم حاجه ان انت تكوني ملمه بالسوشيال ميديا، تكوني ملمه بالافكار الترندي. لازم اهم حاجه ان انت تكوني ماشيه او متناسقه مع الوقت اللي احنا فيه. يعني هديكم مثال بسيط جدا. احنا دلوقتي في فتره دراسه، فما تجيش تكتبي لي فكره فيديو مثلا تخص الاجازه. احنا دلوقتي في الشتاء، ما تجيش تكتبي لي فكره مثلا بتاعه العيد او بتاعه رمضان او بتاعه مثلا فلوج مثلا. انا دلوقتي بمشي مع الوقت اللي احنا فيه. فطبعا اي حد بيكتب محتوى او اي حد بيفهم في الموضوع ده لازم يكون خطه كويس، لازم يكون بيعرف يكتب. في شرط اساسي يا جماعه، ان انت لو هتكتبيها ورقي هيبقى السعر اعلى من ان انت تكتبيها على وورد او تكتبيها PDF او تبعتيها لي على الموبايل. انا بفضل اكتر ان انت تكتبيها بخط ايدك، يبقى خطك كويس طبعا عشان انا اللي هقرا منه. ولو خطك مش كويس وهتكتبيها على الموبايل او PDF او تبعتيها لي، فده كله هيبقى برضو بمقابل، بس السعر هيبقى اقل، لان انا محتاجه الموضوع يكون كتابه ورقيه. وده ما يمنعش ان انت لو عندك خبره وهتقدري انك تفيديني من غير ما تكتبيه في ورق وتكتبيه مثلا، او انت مشكلتك في خطك او كده، فانا برضو هقبلها، مش هيبقى فيه اي مشكله. ده بالنسبه لكتابه المحتوى. مش لازم ان انت تعملي لي سكريبت مثلا كامل ومتشامل، المهم ان انت تكوني منظمه الاحداث، كاتبه الفكره بشكل كويس، الفكره ملمه ومليانه وفيها احداث كتير، ما تبقاش مجرد سطرين 3 او صفحه واحده بس وكده تقولي لي ان انت كتبتي محتوى. لازم الفكره تبقى كامله من اول الفيديو لاخره. وطبعا ده بجانب ان انا لو محتاجه اضيف حاجه هقول لك، لو محتاجه اعمل تعديلات هقول لك عليها.
وانتي هتظبطيهم. وطبعا بعد ما بستلم السكريبت كامل او بعد ما بستلم المحتوى اللي انتي كتبتيهولي او فكره الفيديو اللي انتي عملتيه، بعدها ببدا ان انا اقول لك الراتب بتاعك. عايزه اوضح معلومه بس عشان خاطر انا قلت في الفيديو اللي فات مرتب ثابت زائد بونص. مرتب الثابت ده مش قصدي ان هو مرتب ثابت في الشهر، عشان ناس كتير سالتني في الموضوع ده. مرتب ثابت على الخدمه اللي انت هتقدميها. يعني مثلا هديكم مثال بسيط جدا. واحده كتبت لي مثلا فكره فيديو، فكره الفيديو دي تقدر ب 100 جنيه مثلا، فالفكره دي لو ضربت وجابت مشاهدات حلوه وهي كمان تعبت فيها قوي، فساعتها هتاخد ال100 وهتاخد عليها بونص على المشاهدات الحلوه اللي جت على الفيديو ده. طب نفترض ان انت عملتي فكره فيديو والفكره دي ما طلعتش حلوه او ما عجبتش الناس، انت هتاخدي الثابت بتاعك من غير البونص. يعني انت كده كده بتاخدي ثابت، مش مثلا بتعمليها وبعد كده هقول لك مش عجباني، لا، احنا بنتابع اول باول مع بعض بحيث ان انت اللي تعبتي فيه تاخدي حقه. طيب في حاجه بقى مهمه جدا، ان قبل ما ابدا اشغل اي حد معايا موضوع كتابه المحتوى، كل بوينت هتكلم فيها برضو في نفس النقطه دي. موضوع كتابه المحتوى اللي احنا دلوقتي بنتكلم فيه، لازم قبل ما ابدا ان انا اخليكي تشتغلي معايا في حته كتابه المحتوى، ان انت هتكتبي لي سكريبت او فكره فيديو او فكره محتوى واحده. اي واحد عايز يشتغل في الموضوع ده اول واحده هتبقى فور فري، يعني بمعنى اصح مش هدي مقابل عليها. وده اعتقد ان هو من حقي، لان انا مش هينفع اتفق معاكي على ان انا هديكي مقابل على حاجه انا ما اعرفش انت بتعرفي تكتبي ولا لا. فطبعا كل واحد عايز يشتغل بيعمل انترفيو، كل واحد عايز يشتغل لازم يوري شغل ليه، بحيث ان هو لو الشغل ده مناسب معايا او عجبني فانا هختارك. فطبعا لو انت مش معاكي حاجه تثبتي لي بيها انك بتشتغلي كويس او مش معاكي خبره خالص، فما يفضلش ان انت تتعبي نفسك في حاجه زي دي. لو حابه انك تجربي وتطلع دماغك شغاله او بتعرفي تكتبي كمان، ممكن تجربي وتبعتي لي. الموضوع ده برده ممكن ولد يجرب، بس انا في الاخر تقريبا هختار بنت باذن الله يعني. فلو انت ولد برده وملم بفكره فيديوهات البنات والحاجات دي وحابب ان انت تشتغل، فممكن برده تقدم لي سكريبت بحيث ان انا اشوف برده لو عجبني هختارك. دلوقتي عشان اكون قلت كلمه الحق كامله، موضوع كتابه المحتوى لازم اشوف يا اما شغل ليكي قبل كده كتبتيه لحد، يا اما لو انت مالكيش خبره خالص في الموضوع وحابه تجربي هتكتبي لي سكريبت او هتكتبي لي فكره فيديو، هتعملي سيرش عن الموضوع وتفهمي، وهتبداي انك تبعتيها لي على الجروب اللي انا هعمله، وهوضح لكم كل التفاصيل بتاعه التواصل دي بقى على الجروب اللي انا هعمله. دي كده اول نقطه. تاني نقطه بقى نتكلم فيها وهي الصور المصغره والهاشتاجات. الصور المصغره والهاشتاجات دي ما بيشترطش فيها بنات، ممكن تبقي بنت وممكن تبقى ولد، واعتقد الشغل ده بيبقى الولاد فيه شاطرين اكتر، فاعتقد ان انا هختار منه ولد. الصور المصغره بقى دي انا مش محتاجه اوضح، لان انت لو مش عارف يعني ايه صوره مصغره او انت مش عارفه فاكيد مش هينفع تشتغلوا فيها. لازم اللي يشتغل في الموضوع ده يبقى ملم بالموضوع وفاهم يعني ايه صوره مصغره ويعرف يظبط الصور. وبرده كل حاجه بقولها لازم هبعت صوره ليا مثلا، والصوره دي انا هقول لكم يا جماعه دي عن موضوع كذا، عايزاكم تعملوا لي صوره مصغره، وهبدا ان انا اشوف شغل كل واحد بحيث ان انا اصفي الشخص اللي هيعرف يشتغل واللي هيعرف يعمل حاجه كويسه هو اللي هشغله معايا. وعايزه اوصل لكم معلومه، مش لازم ان انا اختار شخص واحد يبقى ثابت معايا، انا ممكن اختار النهارده واحد، بكره واحد تاني، بعد واحد تالت، فاهمين؟ مش شرط ان انا اخترت ولد مره يبقى المره اللي بعدها ولد، ممكن مره ولد مره بنت. فلازم تبقوا فاهمين ان انتوا فرصتكم في الشغل مش هتبقى متوقفه على اول مره، هتبقى موجوده على طول ما انتوا موجودين في الجروب وبتتابعوا معايا اول باول. وفي نفس الوقت لما ابعت فكره معينه محتاجه حد ينفذها، لو انتوا نفذتوها هتاخدوا عليها مقابل، بس اهم حاجه تكونوا عملتوا الانترفيو اللي هو مناسب معايا، ان انتوا تبعتوا لي سكريبت او تبعتوا لي شغل ليكم قبل كده بحيث ان انا اعرف اختاركم بناء على شغلكم. النقطه الثالثه وهي نقطه المونتاج، ودي برضو مش متوقفه على سن معين ولا على جنس معين، ممكن تبقى ولد وممكن تبقى بنت. فكره المونتاج دي بقى انا بشترط فيها لو سمحتم موضوع اللابتوب، مش هقبل بمونتاج من موبايل، لان لو على مونتاج الموبايل فده سهل بالنسبه لي، انا محتاجه حد يكون متمكن في المونتاج، حد فاهم في المونتاج، وطبعا السعر اللي هو هيحطه لو مناسب معايا انا مش هيبقى عندي فيه اي مشكله، ولو هو كمان مش عارف يسعر فانا برضو مش
هظلمه وهحط له السعر الكويس للشغل بتاعه. ولو هو مش عنده برده شغل يوريهولي هديله فيديو برده وهيمنتجه، وهبدا ان انا اشوف هل المونتاج بتاعه يستحق ولا ما يستحقش. يبقى كده اتكلمنا عن نقطه كتابه المحتوى، الصور المصغره والهاشتاجات. والنقطه الثالثه هي النقطه الرابعه اللي هتكلم فيها، ودي بيشترط فيها سن معين من سن 20 سنه لسن 25 سنه بس. الشغلانه دي يا جماعه هي مش شغلانه على قد ما هي فيها فايده ليكي. يعني بمعنى اصح الشغلانه دي يا جماعه هي هتبقى عباره عن ان انا هبقى محتاجه بنتين، كل اسبوع هاخد بنتين معايا في سفريات. طيب فكره اللي هو المقابل هيبقى ايه؟ المقابل ان انا هدفع لك ثمن السفريه بتاعتك، لكن مش هيبقى فيه مقابل مادي. المقابل بتاعك ان انا هدفع لك ثمن السفريه بتاعتك، يعني انت هتطلعي كأنك طالعه مش دافعه اي حاجه. ممكن يبقى دي يوز، ممكن يبقى كذا يوم على حسب برضو السفريه. يعني طبعا دي حاجه انا مش ببقى عارفاها دلوقتي، بس انا بوضح لكم فكره السفريه. السن بتاعها من 25، يعني من 20 ل 25. لازم السن ده، ولازم موافقه اهلك. انا باكد اهو لازم بموافقه اهلك، حتى لو كان دي يوز اللي هو يوم واحد بس لازم اهلك يبقوا عارفين. والموضوع ده طبعا بنتفق فيه، وبعرف ان انت يعني لازم اهلك يكونوا موافقين سواء باباكي او مامتك، عشان خاطر برضو تجنبا لاي شيء في الدنيا لازم اهلك يكونوا موافقين. فكره السفريه دي ايه؟ فكره السفريه دي ان انا هيكون معايا اتنين، الاتنين دول ممكن يكونوا تبع بعض لو انت مثلا عايزه تجيبي واحده من صحابك، بس اهم حاجه فكره السن وفكره موافقه الاهل، وفكره ان البنتين دول ما يبقاش عندهم مشكله في الظهور على السوشيال ميديا، بحيث ان انا اكيد لما اسافر مش هظهر لوحدي، هبقى محتاجه ناس تظهر معايا. فدي الفكره بتاعه السفريه. في واحده هتكون بتصور، واحده بتظهر، وممكن نبدل الادوار. اهم حاجه ان البنتين يكونوا مناسب معاهم الشروط اللي انا اتكلمت كتير قوي. بقى بتقولي انا ما عنديش فودافون كاش، انا ما عنديش حساب بنكي، انا مش عارفه ايه. جماعه حوار تحويل الفلوس ما تقلقوش منه خالص، في بدل الطريقه 100,000 طريقه، في فوري، في فودافون كاش، في حساب بنكي، في كذا مواقع وسيطه ممكن نحول عليها. لو انت من القاهره ممكن اقابلك في اقرب محطه مترو. يعني موضوع القبض ما فيهوش يعني ما فيش فيه اي مشكله خالص. ممكن اي بيت تقريبا في فيزا او في مثلا حساب بنكي ممكن نحول عليه. لو انت مش مناسب معاكي او مش عندك فودافون كاش في اي سوبر ماركت ممكن احول لك عليه. فموضوع القبض ده ما فيهوش مشكله. موضوع المحافظات ما فيهوش مشكله برضو. بس زي ما قلت لكم اهم حاجه فكره كتابه المحتوى، يفضل ان هي تكون ورقي وهستلمه منك من اقرب محطه مترو. اهم حاجه تبقي من القاهره. لو انت من بره القاهره وحابه انك تشتغلي في حته كتابه المحتوى هتبعتي لي وتعرفيني وتعملي لي سكريبت كامل، ابدا ان انا اشوف هل انت مناسبه معايا ولا مش مناسبه. كنت نسيت اوضحها في موضوع كتابة المحتوى. لو في كتابة المحتوى دي فيها مشتريات فانتي هتوفريها لي، وده طبعا لو وجد مشتريات. يعني مثلا بنوتة كتبت مشتريات مثلا للشتاء، انا بديكم مثال، مشتريات للشتاء، فهي مثلا ممكن تجمع لي الحاجات دي وهي تشتريها، وانا هبدا ان انا اعمل الفكره. طبعا احنا مش بنحرق افكار، انا بديكم مثال بس. يعني لو فكره الفيديو مثلا تحدي تجربه مثلا مشروبات جديده، فانت هتوفري لي المشروبات دي. تحدي اكل كوري، فانت هتوفري لي الحاجه دي. وطبعا الحاجه دي لازم تكون بفاتوره بالسعر عشان خاطر تجنب لاي اختلاف في الاسعار. ولازم كل الكلام ده هنبقى متابعين مع بعض، وهيبقى في تواصل شخصي ما بيننا. بس انا بوضح لكم فكره المشتريات. طيب فكره المشتريات دي انا طبعا هحاسبك على ثمن المشتريات، وهحاسبك على المواصلات بتاعتك، وهحاسبك كمان بثمن زياده لتعبك ومجهودك. وبس كده، دي كل الحاجات اللي انا كنت محتاجه ان انا اوصلها لكم من فكره الجروب، من فكره الشغل. كل الشغل بسيط وسهل، الموضوع بس كله محتاج حد كده يعني متفهم الموضوع ماشي ازاي، حد مش مستعجل، حد فاهم هو داخل يعمل ايه، مش مجرد اي حاجه بتدي فلوس وخلاص. مفيش حد يا جماعه بيلاقي شغل اونلاين بسهوله، ومفيش حد بيلاقي شغل حتى بره الاونلاين بسهوله. فياريت نقدر الحاجه اللي بندخل فيها وندي فيها مجهود، وربنا يوفقنا كلنا. وباذن الله باذن الله كلكم وكل الناس اللي محتاجه شغل تلاقي شغل باذن الله. هتلاقوا الجروب نزل على الانستجرام بعد ما الفيديو ده ينزل على طول. خليكم متابعين ستوري الانستجرام عندي. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا كل حاجه محتاجينها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.